لكن المفاجاه بتاعت النهارده ان ازاي ممكن اخد نبات واحد واطلع منه مجموعه من النباتات، وكمان ان النبات ده لما يجف عندي فانا ما ارميش هذا النبات. الفيديو النهارده ان شاء الله باذن ربنا هيكون فيه هديه او مفاجاه لكل متابعي ومشاهدي وكل محبي الزراعه عموما، لان النهارده هنتكلم عن نبات السناريا او السنانير، وهو واحد من اجمل النباتات المزهره على الاطلاق. ويطلقون ايضا عليه زهره الربيع، لانه لا يوجد معرض لظهور الربيع يخلو من هذا النبات. ان شاء الله هنطلع ناخد فكره عن طبيعه هذا النبات، طبيعه نموه، كيفيه العنايه بيه، وارجع بقى اقول لكم على الهديه والمفاجاه اللي انا محضرها لكم، واللي هي هديه مني ليكم في هذا الفيديو. نبات السناريا او نبات السنانير نبات حولي شتوي، بمعنى ان هو بيزهر في فتره الشتاء وبيستمر في الازهار حتى نهايه فتره الربيع، وبتنتهي دوره حياته عموما في نهايه الربيع وبدايه الصيف. النبات ده بيزرع بالبذور في شهر 8 و9 سبتمبر اغسطس سبتمبر، ويزهر في الشتاء زي ما قلنا. النبات ده بيحتاج الى تربه خفيفه جيده الصرف، وبينجح في اغلب انواع التربه. لو اتكلمنا عن ري هذا النبات ده بيحتاج جدا الاعتدال في الري. الميه الزياده بتؤدي الى عفن الجذور واصابه النبات بيه، وبالتالي النبات بيذبل وتنتهي حياته. نقص الميه بيؤدي الى ذبول وجفاف هذا النبات وتساقط ازهاره، لذا يجب الاعتدال في الري، ونتبع القاعده العامه: ري عند بدايه وليس شدة، عند بداية جفاف الطبقة السطحية. بنتكلم بقى عن الضوء. النبات ده بيحتاج إلى التعرض للضوء المباشر، الضوء القوي، خصوصا إن النبات ده نبات شتوي، فطبعا الشمس ما بتكونش شديدة في الشتاء. اي نبات مزهر بيحتاج الى اضاءه قويه لكي يستمر في موضوع الازهار، فالنبات ده يعتبر نبات خارجي، نبات زينه خارجي. سبحان الله، الالوان بتاعت النبات ده الوان جميله جدا بتخطف النظر بجد بمجرد النظر اليها. التسميد لو هسمت هذا النبات بدوب 2 جرام من سمات ان بي كي متعادل 20 20 20 او 19 19 19 في لتر ميه، واسمد بيهم النبات كل 15 يوم مره. طبعا اقول لكم على الهديه اللي انا محضرها لكم، او المفاجاه اللي انا محضرها لكم، لان بجد يعني انا بحبكم جدا جدا، بحب اي حد يحب مجال الزراعه. تعالى نشوف اول حاجه. احنا قلنا يعني النبات ده لما يموت مني مش هرميه، دي نمره واحد في المفاجاه. هحتفظ بالازهار، اجففها وافركها على ورقه، اخد بذورها وازرعها ان شاء الله في شهر 8 او 9. دي رقم واحد. رقم اتنين في المفاجاه، حضرتك شوف ده كده، ده نبات انا فاصله من نبات اخر. النبات ده بيعمل تفريعات من جنب الساق بتاعته، وده اللي بيخليه النبات ياخد الشكل الكبير او شكل الشمسيه او الامبريلا او المظله، اللي بتديني منظر رائع جدا في النبات بالشكل ده، كتله من الازهار. طيب التفريعات ديت انا بقى قلت استفاد بيها واديك برضو هذا السر وهذه الهديه وهذه المفاجاه، ازاي انا اقدر افصل النباتات ديت وازاي اقدر ازرعها واخدها تاني. النبات ده انا فاصله تقريبا بقاله اكتر من ساعه، ساعه وشويه بالطريقه ديت، ومغطي بس مجرد الجذور بحته من الطينه اللي هي كانت فيها او التربه اللي كانت فيها، وما زال النبات محتفظ بنمو كامل بدون ان يحدث له اي نوع من الذبول. ودي هديه ربانيه تساعدني على ان انا اقدر احصل على مجموعه كبيره جدا من النباتات بدون اي تكاليف. يعني النبات الواحد ممكن اخد منه 3 4 5 نباتات بالطريقه ديت. كمان لما النبات تنتهي دوره حياته ويجف ويموت، اخد الازهار اجففها واخد منها مئات من النباتات الاخرى. يعني ممكن اعمل ده مشروع اضافي يدخل لي دخل اضافي عندي، يساعد على تحمل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بيمر بيها العالم حاليا. طيب ازاي بقى اخد بقى هذا النبات؟ حضرتك ادي مثلا النبات ده كده، بص فيه هتلاقي عامل ايه؟ في تفريعات كتيره اهيت من الساق الاساسيه مفرعه. تعال بقى اوريك ازاي تفصل هذا النبات. هاجي على احد الفروع اللي احنا قلنا عليها مستقله لوحدها ديت، واخد السكينه بتاعتي او اي اله حاده كويس، وابدا على المنطقه الفاصله ما بين فرع وفرع اهيت الحته ديت كده، وابدا بالسكينه استخلصها. ادي النبات بتاعي كده، انا استخلصت النبات بجزء من الجذور بحته من التربه بتاعتي. ده نبات اهو، تمام. بالطريقه دي ممكن استخلص اكتر برضو من نبات تاني.
ادي جزء تاني من النبات انا فصلته. تمام. ممكن ازرع ده كمان. يبقى انا عندي اصبح عندي نبات واثنين، وممكن اخد تاني منه ما زال النبات شكله جميل وشكله رائع، ولو سبته هيطلع نموات تانية جانبيه وهيملى معايا القصيص الاساسي بتاعي. بيكون مجهز عندي قصيص تاني كده في تربه، خليط من التربه الطينيه والرمل، او بطمس لو عندي بطمس مفيش مشكله، ما عنديش خلاص تربه طينيه مع رمل او تربه حمراء بيشتغل فيها. وهبدا باستخدام اي عقله جافه زي كده اعمل مكان اغرس فيه هذا النبات بالطريقه دي بس، واردم عليه، وبعد كده اديله شويه ميه، واحط النبات ده في مكان لمده اسبوع في مكان مظلل بعيد عن اشعه الشمس مباشره ومكان دافي، عشان يبدا يكون لي جذر جديد ويكون تفريعات ويديني نبات جميل اخر. كده انا حصلت على نبات بدون اي تكاليف من هذا النبات، نبات السناريا او نبات السنانيه. كمان حاجه تانية جميله جدا، ممكن اعمل ايه بقى؟ بدل ما يبقى عندي نبات لون واحد اخلط اكتر من لون، والسلام لو كان لون فاتح مع لون غامق، مثلا ابيض مع موف او مع احمر او غيره، هيبقى شكله جميل. اخد برضو هذا النبات واعمل حفره وازرعه جنب النبات الاخر، ولو عندي قصيص واسع شويه هيبقى افضل عشان النبات ياخد حجم، النبات ده بياخد حجم كبير، عشان كده احنا بنلاحظ ان انا كمشتل بدوره او بزرعه في اسس كبيره عشان ياخد شكل حلو ويبقى لافت لانتباه الزائر للمعرض او المشتل ويقبل على شرائه. طبعا المفروض انا كصاحب مشتل ما اقولش الكلام ده لان انا كده بقلل فرص الشراء، لكن انا بحب جدا اوصل الخير للناس، والموضوع عمره ما كان عباره عن ربح مادي فقط. ربح ناس ومكسب الناس اعظم الكنوز زي ما بيقولوا. دي هي هديه النهارده حبيت اقدمها لكم. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم، واتمنى الا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، والمساعده معي في نشر الخير. دي اهم نقطه، بنشر الفيديو على اوسع نطاق حتى يستفاد الجميع، مع خالص حبي وتقديري وشكري لحضراتكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.